صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ بالنسبة للموضوع الصورة بتاعت الأستاذة ريهام عبد الغفور. أستاذة ريهام أنا بحبك جدا وبحترمك جدا وكلنا بنحبك، وانتي فنانة بجد وإنسانة على المستوى الشخصي والمهني كويسة جدا جدا ومحترمة. بس في نقطة انتي اتكلمتي فيها لما تصرحتي برد على الصورة اللي حصلت أو الموقف اللي حصل. قلتي يخرب بيتي اليوم اللي طلع فيه تليفونات بكاميرا خلت ناس قذرة تستغلها استغلال رخيص، إرضاء أهداف رخيصة جواه. أنت عندك حق، بس الفكرة في نقطة معينة، إحنا ليه نسمح بده؟ يعني أنا ما بكون خارجة مكان أو إن أنا رايحة إيفنت معين أو ورايا مثلا مقابلة مهمة أو حضور مهم، أنا بعمل حساب أولا لبسي، تمام؟ اللي ديني شرع لي بيه واللي ينفع أطلع بيه وأكون أظهر بيه قدام الناس، ده أولا ما يكونش لا يشف ولا يصف. اول حاجه لبسي، تمام. ثانيا مظهري العام قدام الناس يكون عامل ازاي، علشان حتى ما يخليش اللي في قلوبهم مرض يطمعوا فيا. زي برضو ما الناس المريضه بتستغل اي ثغره في اي حد، خصوصا لو كان فنان، ان هي تظهرها للناس عشان تسوق وتشوه من سمعته ومنظره قدام الناس. طيب، تاني نقطه وهي طريقه كلامي مع الناس، شكل القعده بتاعتي عامله ازاي. لازم اكون حذرة بقدر المستطاع، لان انا قاعدة معلش في وسط ناس وكاميرات بتصور في كل حتة. معلش، هو مش شخص واحد اللي بيصور، ده الكل بيصور، بس ولكن بني ادم طلع قذر شوية، استغل قعدة معينة بشكل مش لائق فلقطها من زاوية معينة. البداية دايما بتكون عن الشخص نفسه، زي القضايا اللي بنشوفها زي قضايا التحرش. طبعا المتحرش بيكون مريض وقذر وفيه كل الصفات القذرة، ولكن في نوعية معينة من المواقف بتكون من بدايتها خالص هي استدعاء للغريزة أو استدعاء الصفة القذرة اللي جوه الشخص ده. طبعا مش على الكل، في ناس بتبقى هي قذرة لوحدها كده ومن غير أي استدعاء ولا أي حاجة، بتظهر لوحدها زي التحرش بالأطفال، ودي أقذر أنواع القضايا. ولكن البداية بتكون من الشخص نفسه. أنا قاعدة في مكان، أحافظ على شكل قعدتي أولا، وقبل ما أخرج من البيت أكون عارفة أنا لابسة إيه وهظهر إزاي، وعارفة إن أنا هكون في وسط صحافة وسط مصورين، يبقى أنا أعمل حساب ده كويس جدا. ما ينفعش أظهر بشكل مش لائق ولا يليق بيا ولا بمجتمعي ولا أصلا بديني، تمام. في نفس الوقت احافظ على شكل قعدتي ووجودي في وسط الناس. الاستاذه ريهام هي بنت من القعده ان هي اخدت راحتها زياده. هي الفكره ان هي ارتاحت شويه وما خدتش بالها من شكل القعده، وان الفستان مثلا بيترفع شويه وهي مش واخده بالها من القعده، ممكن يكون مش في دماغها، ولكن الفكره في القذر اللي كان مراقب وشايف ان هي ما خدتش بالها من شكل قعدتها واستغل النقطه دي كويس. البداية بتكون من عندنا احنا عارفين ان احنا قاعدين في مكان كل ناس كتير جدا وتجمع كبير، فحرفيا الواحد بيكون في الوقت ده شكل القعدة والتعامل مع الناس والاستحضار نفسه للموقف وللمكان اللي انا فيه بيكون مهلك، لان انا طول الوقت خايفة على شكلي، طول الوقت واخدة حذري قدر المستطاع ان انا اكون بكلام معين، اسلوب معين، طريقه قعده معينه، ملتزمه بالمكان وسياق المكان اللي انا فيه، تمام. فالفكره ان انا مش قاعده في البيت او قاعده في قعده عاديه جدا مع اصحابي مع اهلي الكلام ده عشان اكون براحتي او اكون واخده راحتي على قدر المستطاع. لا، في ناس بتصطاد في المياه العكره، في ناس بتستغل اي ثغره تظهر من الشخص ده. ولكن طبعا الممثلين والفنانين طبعا هم يعني يعتبر الناس الاساسيه اللي بيستنقوا منها الحتت دي، بيكون التركيز عليهم اكتر. الفكره بقى ان احنا اشخاص عاديين جدا، احنا بنكون ملتزمين قدر المستطاع بالمكان اللي احنا موجودين فيه، عشان ما يظهرش اسلوب مش كويس، ما يظهرش كلمه مش في مكانها، او اخد راحتي مثلا في القعده، او احس ان انا مثلا قاعده في بيتي او الكلام ده. لا، بكون في استحضار تام للمكان اللي انا فيه واستقبال المكان اللي انا فيه. عشان كده لما بخلص واروح حرفيا بحس ان انا كنت بشتغل لمده اسبوع كده ورا بعض، اجهاد مش طبيعي.
نفسي وبدني وكل حاجه، حاسه ان انا كنت مسجونه وخرجت خلاص. ان نفس الاستحضار نفسه هو اللي بيكون صعب تمام. شعور المكان والكلام ده كله جواكي وانت بتستعدي له وبتجهزي نفسك له بيكون صعب، وانك تتعاملي بيه في وسط الناس والمجتمع اللي دخلتي فيه نفسه يكون مهلك شويه، انه بيحتاج منك مجهود والتزام لمده معينه، وبعد كده بتفكي بقى فري، تطلعي تتحرري من تاني، ترجعي لطبيعتك. فاللي صور اكيد غلطان وقذر. الفكره بقى في ان انا ما اخدتش بالي ان انا في مكان هلاقي فيه ناس قذرة زي كده، لازم كنت اخد بالي جدا جدا جدا.